السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام وسعادة. عملنا مع بعض على القناة الاسماك المملحة باكتر من طريقة، وكلها والحمد لله كانت ناجحة معانا وطالعة فوق الممتازة. والنهاردة مع بعض هنعمل البسارية المملحة، وهنعملها في خلال 3 ايام هتاكلي منها. تقولي بقى عليها انشوجة، تقولي ملوحة، زي ما تحبي، مش هتفرق معانا الاسماء، الطريقة واحدة. بس اللي انا اقدر اوعدك بيه انها هتطلع معاكي زبدة سايحة ومميزة جدا في الطعم وفي الريحة، يعني اجمل من بره بمراحل. ومعنا كيلو من البسارية. اي اسماك بتخلليها لازم تغسليها الاول. انا هنا هفضل اغسل فيها كده لحد ما الاقي المية بتاعتها راقت. في ناس ما بتحبش تغسل الاسماك لما بكون هتملحها، انا ما بأيدش الرأي ده، لان طبعا الحاجة لازم تبقى نظيفة في الاول، وفي نفس الوقت غسيل الحاجة لحد ما تبقى ميتها رايقة ده بيدي معاكي نتيجة ممتازة بعد ما بتخللي الاسماك. كمان بتدي ريحة جميلة مقبولة للاكل، لكن عدم غسيلها بتخلي الحاجة الريحة بتاعتها مش مقبولة في الاكل. فطبعا غسيل الاسماك ده قاعدة اساسية لما تكوني هتملحيها اي نوع بقى من الاسماك. وبعد ما بنغسلها بنسيبها بقى كده في المصفى لحد ما تصفي ميتها تماما. ودلوقتي هنجهز بقى الملح اللي هنخلل بيه البسارية. احنا معانا كيلو من البسارية. كيلو البسارية بيحتاج 3 معالق كبار من الملح. ملح بقى خشن ملح ناعم مش هتفرق معانا كتير، لاننا هنفتح عليها بعد 3 ايام. وبعد ما نزلنا بالملح بننزل بمعلقة كبيرة هرمية من البابريكا. البابريكا بتدي ريحة جميلة جدا ولون أجمل وأجمل. وهضيف عليه ربع معلقة من الشطة، وممكن تحذفيها لو انت مش حباها، وتقدري ان انت تزودي، يعني الشطة المقدار بتاعها مش مقيد. وهنا كمان ضفنا معلقة من الكركم. الكركم والبابريكا لما بيجتمعوا مع بعض بيطلعوا نتيجة ممتازة. نقلب بقى كل المكونات كده مع بعضها. وبعد ما بنقلبها بنجيب بقى البسارية بتاعتنا بعد ما بتكون صفت ميتها، وبحطها في طبق زي ما انت شايفة قدامك كده، وبنزل عليها بمعلقتين من الملح، واقوم ماسكه الطبق واقعد انطق فيه كده، يعني اقلب في البسارية، لان البسارية في طبيعتها ضعيفة، فما بتتحملش ان احنا نستخدم المعلقة المعدن وان احنا نقلب فيها، هتبص تلاقيها بتتهري معاكي. فاحنا بنقلب بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده، ونرجع نديها رشة ملح تاني، ونشتغل زي ما انت شايفة كده، نقلب بنفس الطريقة تمام لحد ما بنخلص كمية الملح اللي موجودة معانا. بس بنسيب معلقة واحدة في الاخر ونحطها كده على جنب، وهقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي. ويا ريت يا امارات ما تنسوش تدعمونا باللايك، واللي اول مرة يشوفنا اتمنى ينورنا بالاشتراك. وتجيبي بقى بطرمان اللي انت هتخللي فيه. عندكيش بطرمان ممكن تجيبي عبوة بتاعة التلاجة، ما عندكيش عبوة بتاعة التلاجة في قلب كيس وخللي فيه ويحطيه في اي مكان، يعني اي حاجة هتخللي فيها مش هتفرق كتير، النتيجة هتطلع واحدة. ودلوقتي هنعبي بقى البسارية زي ما انت شايفة كده في البطرمان، وكل ما بعبي شوية بقوم خبطة البطرمان كده عشان خاطر يبقى كله كده مكبوس على بعضه، وما يبقاش فيه فراغات هوا ما بين كل حبة بحطهم وحبة بيكونوا نزلوا في القاع. تمام كده لحد ما بعبي البسارية كلها في البطرمان. وبالنسبة لرشة الملح اللي كنا شايلينها على جنب، دلوقتي هنضيفها على وش البطرمان كده من فوق. تمام. بعد كده هنديله رشة بقى كده من الزيت، وبعد كده هنجيب الاستريتش راب، ولو ما عندكيش بتجيبي اي قطعة بلاستيك من اي كيس كده ولا حاجة، وبتغطي بيها البطرمان من فوق عشان نكتم الهواء ما يوصلوش خالص. وبعد كده بتربطي البطرمان وتركنيه بقى في اي مكان، وتسيبيه لمدة 3 ايام، ما تزوديش عن كده، سواء كنا في الصيف او في الشتاء. يعني انت ممكن يبقى عندك برضو بسارية مخزناها في الفريزر، دي تقدري تنزليها وتسيبيها لحد ما تفك خالص، وتعملي نفس الخطوات كما لو انك لسه شارياها دلوقتي، وهتطلع معاكي ممتازة. ودلوقتي هنفتح عليها مع بعض بعد مرور 3 ايام. ما شاء الله طالعة ريحتها جميلة جدا،
بتجذب كده للاكل، وكمان اللون طالع ممتاز. بصي بقى لما بتيجي تاكليها بتشيل الراس كده بالسلسلة، وشايفة قلبها طالع سايح وبيلمع وجميل خالص ازاي، واخدة لون جميل جدا، قلبها احمر وجميل جدا، والحدق بتاعها يعتبر طلع معانا ممتاز. درجة التمليح بتاعتها يعتبر ال3 معالق مظبوطين تماما على كيلو البسارية. طبعا بتضيفي عليها الليمون بقى، وتقعدي بقى وتاكلي براحتك. عايزة بقى تقطعي زي ما انا بعمل كده، بتشيلي الراس والسلسلة تمام، عايزة تاكليها بحالها دي ليك الحرية فيها بقى. تمام. شايفين هنا بعد ما فصصتها كده وشلت منها بقى، خليتها كده من الراس بالسلسلة كده، كده بقت جاهزة على الاكل. عصرت عليها بقى الليمون كده، وبقت ممتازة جدا، سايحة كده في الاكل وجميلة جدا، واحسن من اللي بنشتريها من بره بكتير. انا خللت معاكم البسارية باكتر من طريقة، وان شاء الله هسيب لكم كل الطرق في صندوق الوصف، عشان برضو كل واحد يعمل بالطريقة اللي هو حاببها. يعني في طريقة برضو احنا مخللين البسارية ومعاها الليمون، ففي طريقة تانية من غير البابريكا، في طريقة تالتة، يعني في اكتر من طريقة. فانا هسيب لكم الطرق بتاعتها في صندوق الوصف، عشان خاطر اللي حابب انه يشوفهم. وفي نفس الوقت هسيب لكم برضو في شاشات النهاية طرق مختلفة برضو لو حابين تتفرجوا عليها. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة نال اعجابكم واستفدتوا منه، واترككم في حفظ الرحمن وامنه.